السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم. بحب رحب فيكم وبرحب بكل مشترك جديد نور قناتي، وبتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. وبسم الله بنبدأ فيديو اليوم. وصفتنا لليوم هي طريقة عمل حلا بارد سهل وسريع من ألذ الحلويات الباردة بدون فرن يلي ممكن تجربوها. وهلأ خلونا ننتقل لطريقة التحضير. لتحضير وصفتنا بطنجرة على البارد بدي أحتاج ل3 أكواب من الحليب السائل. في حال ما كان متوفر عندكن فيكن تضيفوا 3 أكواب من الماء و9 معالق من حليب البودرة. رح أنزل عليهم 3 معالق من بودرة الكاسترد، فيكن تضيفوا 3 معالق من بودرة النشا. نزلت عليه 3 معالق كبار من السكر ومعلقة صغيرة من بودرة الفانيلا، وبدي أقلبهم على البارد لحتى أتأكد إنه كل المكونات الجافة دابت معي. بعد هيك رح أرفع على النار وبستمر بالتقليب لحتى يطلع معي الخليط ناعم وما فيه أي تكتلات. وقت يبدأ الخليط بالغليان بستمر بالتقليب. بعد هيك بتركوه يغلي على النار لمدة دقيقتين لحتى أتأكد إنه كل طعمة المواد الجافة اختفت. بعد هيك برفعه عن النار مباشرة. وهلأ بعد ما رفعت خليط الكاسترد مباشرة من على النار بدي أفضيه بزبدية تكون عميقة شوي. بعد هيك بدي غطي الوجه، لازم يكون البلاستيك الغذائي ملامس لسطح الكاسترد مباشرة لحتى ما تشكل لنا قشرة، وبدي أتركها بحرارة المكان لحتى تبرد تماما. وهلأ بعد ما برد معي الكاسترد رفعت عنه البلاستيك الغذائي. هلأ بالنسبة لسماكة الكاسترد فيكن من البداية تقلوها أو تخلوها خفيفة هيك. أنا بدي إياها تضل خفيفة هيك لحتى يطلع معي الحلا بالنهاية شوي رطب وما جامد. هلأ بعد هيك رح أضيف عليها مغلفين من الكريمة الجاهزة و3/4 كوب من الحليب، وبدي أخفقن بالخفاقة الكهربائية لحتى يتضاعف معي حجمهم بالطريقة الموضحة قدامكم. احكي لكم ملاحظة صغيرة بالنسبة للحليب، ضروري الحليب يكون معاكم بارد جدا. فيكن كمان تستغنوا عن الكريمة البودرة والحليب وتضيفوا كوب من الكريمة السائلة. هلأ لحتى نطبق الحلا بحتاج لبايركس أو أي جاد تقديم متوفر عندكم حليب سائل وبسكويت شاي. رح أغطس حبات البسكويت بالحليب وحاول رتب القاعدة بالطريقة الموضحة قدامكم. طبعا فيكم كمان بهاي المرحلة تستخدموا بسكويت الشاي اللي بنكهة الكاكاو أو بنكهة القرفة. بعد ما أنهي ترتيب القاعدة بدي أبدأ بإضافة طبقة من كريمة الكاسترد اللي جهزتها، وبستمر بنفس الطريقة. مرة بضيف طبقة بسكويت، مرة طبقة من كريمة الكاسترد لحتى أنهي كل الكمية. وهلأ بعد ما ضفت آخر كمية من البسكويت رح أضيف آخر كمية متبقية معي من كريمة الكاسترد. بدي أحاول أفردها بشكل متساوي بهاي الطريقة. بعد هيك بدي أدخلها على البراد لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو ليلة كاملة، بيطلع معاكم الحلا أطيب بكتير. بعد ما برد معاي الحلا زينته بقليل من برش الشوكولا، فيكن تزينوه أما ببودرة الكاكاو أو أي نوع من المكسرات يلي بتفضلوها. شوفوا ما شاء الله النتيجة طالعة معانا روعة. ألذ تحلية باردة سهلة وسريعة بمكونات متوفرة بكل بيت. شوفوا ما شاء الله قديش طالعة معانا الكيك الباردة كتير رطبة. مشان هيك حكيت لكم إنه خلوا الكاسترد شوي خفيف. وفضلا لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة، وشكرا للمتابعة.